السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يرحل عبد الرزاق حمد الله عن الملاعب السعودية بعد كتابة التاريخ مع النصر والاتحاد؟ يبدو أن أيام النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله باتت معدودة للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما في الميركاتو الصيفي الحالي. الاتحاد تعاقد مع بنزيما لمدة 3 مواسم، وسط تضارب في الأنباء بشأن رحيل حمد الله أو لاستمراره مع الفريق الأول والاستغناء عن البرازيلي رومارينيو أو مواطني إيغور كورنادو. وفي الساعات القليلة الماضية كشفت تقارير إماراتية عن مفاوضات متقدمة بين النجم المغربي ونادي الوصل الإماراتي للانضمام إليه بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024. ومن ناحيته رد الإعلام الرياضي عبد الكريم الحمد على هذه الأنباء بطلب عاجل إلى القائمين على الرياضة في المملكة العربية السعودية، وطلب عبد الكريم الحمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر بالإبقاء على عبد الرزاق حمد الله في دوري روشن السعودي باعتباره أحد أفضل المحترفين. وشدد الإعلام الرياضي على ضرورة نقل حمد الله إلى أي فريق سعودي آخر إذا أراد الاتحاد التخلص منه في الصيف الحالي بدلا من تركه يرحل خارج البلاد. جدير بالذكر أن حمد الله انتقل إلى الملاعب السعودية في صيف 2018 عندما انضم إلى النصر قادما من الريان القطري قبل أن يرتدي قميص الاتحاد في ديسمبر من عام 2021. وكذلك لعب حمد الله للعديد من الأندية بدءا من الفريق الأولمبيك أسفي، ثم انتقل لاحقا إلى نادي أوليسوند النرويجي بعد موسم واحد مع النادي، ثم انضم إلى نادي كوانغجو الصيني في عام 2015، ثم انتقل إلى الجيش القطري حيث فاز بكأس قطر 2016. بعدها وقع مع نادي الريان القطري، ثم انضم بعد ذلك إلى النصر السعودي حيث توج هدافا للدوري بتسجيل رقما قياسيا بلغ 34 هدفا في موسم واحد، وتوج هدافا لبطولة الكأس بتسجيل رقما قياسيا بلغ 14 هدفا في موسم واحد، والهداف التاريخي لنادي النصر في بطولة آسيا، وكان هداف العام خلال سنة 2019 برصيد 57 هدفا إجمالا وبدون لعب مع المنتخب. فاز بدوري المحترفين السعودي مرتين وكأس السوبر السعودي 3 مرات.